أفادت مصادر محلية سورية بمقتل رجل الأعمال السوري محمد براء القطرجي وعدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السورية اللبنانية مساء اليوم الاثنين. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قطرجي في ضربة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية. وأدرج القطرجي على لوائح العقوبات الأمريكية نظرا لدوره في تقوية اقتصاد الحكومة السورية. يعتبر القطرجي من مواليد محافظة الرقة عام 1976. ينحدر من عائلة ذات أصول من مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، وهو شقيق رجل الأعمال وعضو المجلس الشعبي حسام القطرجي. والقطرجي شريك مؤسس في عدد من الشركات أبرزها مجموعة القطرجي الدولية، والتي تضم عدد من الشركات منها شركة قطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغلفة الخاصة، وشركة أرفاضة البترولية التي تعمل في مجال الدراسات الهندسية التصميمية. والجدير بالذكر أن وكالة رويترز نشرت تحقيقا في 2017 بخصوص تهريب النفط في الداخل السوري عبر مجموعة القطرجي الدولية، حيث لعب القطرجي دور الوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم الدولة داعش في عقد صفقات النفط وفقا للتقرير.